يا صباح الخير أو مساء الخير في وقت ما بتشوفوني، وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا يلا نحضر مع بعض الفطار وناخد جولة كده في اليوم الروتين اليومي المعتاد بتاعي، الفقرة اللي انتوا بتحبوها جدا جدا جدا. يلا حطي لايك للفيديو وما تنسيش تحطي تعملي فولو لو أول مرة تشوفيني. تعالوا يلا نبدأ مع بعض كده الفيديو. اول ما بدأنا كده دخلت روقت المطبخ الاول، وبعدين هنحضر بقى الفطار مع بعض. وانا واقفه كده لازم اقعد القط في اي حاجه قدامي، بواقي اللانش بوكس، الفاكهه اللي انا بعملها في اللانش بوكس، بس اقعد القط فيها لحد ما اجهز الفطار. ودي الصينيه اللي انا بحبها جدا جدا من يوم ما اشتريتها، مع انها رخيصه قوي قوي قوي، عامله 25 جنيه، بس شكلها في التصوير حلو جدا جدا. تعالوا بقى، اكتر حاجه بحبها في الدنيا، يعني هما المفروض يعملوا لي توكيل لتودو، اقسم بالله من كل كل حاجه تودو خطيره بجد، انا بحبها. بس انا بحب البراونيز قوي. تعالوا يلا نعمل الفطار. فطار سهل وبسيط قوي يا جماعه، هي توست ولانشون بيف وجبنه رومي وخلاص. الاسكندرانيه بيقولوا على الجبنه الرومي جبنه تركي. وادي الفطار بتاعي، هنروح بقى علشان ناكله، ناخد صوره بس كده الفطار الاول. بقعد هنا بقى على الكرسي القمر بتاعي ده واقعد افطر. بعدين بقى طلعت لقيت الجو مشمس كده وحلو، وزي ما انتم شايفين السما قمر ازاي. طلعت بقى البطاطين، انا بحب قوي في الشتاء ان انا اطلع البطاطين تتهوى وتتشمس. شايفين الله الواحد شكله حلو قوي في الشمس يا ولاد. بطلعهم بقى كلهم بتاع البطاطين بتوع السراير الصغيره والسراير الكبيره. تعالوا بقى بعد ما تدفوا كده، بحب بقى افرش السرير على طول وهو سخن كده، الواحد يدخل كده تحت اللحاف يبقى متدفي كده. تعالوا بقى نفرش بقى الاوضه بتاعه الولاد. الحاجات دي يا جماعه اللي انا متجوزه بيها، يعني ايه، ما تقعدوش تتنمروا. لان انا سمعت ان في ناس اصلا بتتنمر على الوان الاوضه بتاعه الاطفال عندي، بس هي دي كان 2016 دي كانت اكتر الوان ترندي، وما كانش اصلا حد عملها يعني، فايه ما تتريقوش. جينا بقى للانتريه بتاعنا زي ما انتم شايفين. احنا كنا واكلين لب وفول بقى، ونحب نمرمط طول الليل كده. الفازه دي انا اللي عاملاها يا ولاد، ايه رايكم؟ والفازه دي كمان. بعد ما خلصت بقى رحت كنت طالبه اوردر من عند العتيوي دي، ده احلى حد بيبيع فراخ سواء بقى تنظيف ويعمل لك اللي انت عاوزاه، فراخ ولحوم واسماك. يعني انا بطلب منه على طول من اول ما جربته، بقالي 4 سنين او 5 سنين، وانا بحب حاجته بصراحه. اللحمه المفرومه بتاعته تحفه، البانيه بتاعه خطير، وكل حاجه فريش، يعني الحاجه بتجيلك فريش، مش اللي هو مجمده وكده، لا. يعني الفراخ دي لسه كانت مذبوحه قبل ما تيجي، جايلي سخنه. وكل فرخه بيجي معاها الحوايج بتاعتها اللي هو الكبد والقوانص. بطلعهم منهم كده وبنضف وبقطع الكبد والقوانص، لان بحتاجها في الجلاش، في اي حاجه، في سمبوسه. بحب اشيلها لوحدها في كيس لوحدها. جيت اطلع بقى بعد ما كنت عندهم، افتكرت الكبد والقوانص فقعدت اطلعهم بقى هنا. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو للفيديو، وباي باي.